كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم. والنهارده قررنا نحل في رمضان من عند بلبن ونجيب الهرم الترند الجديد بتاع بلبن. ودينا وصلنا الاستديو وجبنا لكم هرم بلبن. حلو حلاوله. وبما ان احنا في رمضان ودي تاني حلقه هعملها، فحبيت ان انا في حد بيعشق الحلويات جدا وهراءه مهمه، فهنجرب انا وهو الهرم الترند بتاع بلبن. اتفضل مكانك. وبما انك انت ضيف الحلقه يا مهند، افتح بقى الهرم ده وشوف هو اول قمه الهرم بيكون ايه؟ اشطوطه نوتيلا فراوله. اول حاجه هندوها، تاني حاجه بتاعتك انت ماليش دعوه بيها. وحل وحلاوله. خد دي بس كده على جنب. بصوا ده شكلها، بتبقى اول الوش بتاعها فراوله وعليه النوتيلا بتاعته. هنخش في الكلام بقى على طول، يلا. هي دي مش محتاجه شرح يعني. اشطوطه من تحت ومتسقيه في لبن. يا جماعه الاشطوطه مفيش حد يقدر يعترض عليها، وتحفه بصراحه. انت ايه رايك؟ هي فعلا زي ما قال مهند كل حاجه مظبوطه، حتى انا عن نفسي ما بحبش السكريات، السكر هنا مظبوط. اللي بعده الحلا بتاعي انا بقى. خد حاله انت يا باشا. ده شكل الحلا في علبه. ايه ده حلا بلبن بيقول عليها مهند، هاتها كده. هي بيقول عليها بقى معلم طبقات بسبوسه. ايوه بتبسبسها. يعني مش فاهم يعني ايه بتبسبسها. بالسمنه البلدي ده شكلها. ايوه. وفي النص كريمه لباني. ايوه. والقشطوطه البلدي والحليب المكثف ومتغطيه بالكريمه. يلا دي ده شكلها مش هتعجبني. انا عارف ليه طبعا. دي طبقه بسبوسه وطبقه قشطوطه والكريمه اللي فوق. اكتر حاجه عجبتني في الحاله دوت البسبوسه اللي تحت دي، الشربات بتاعها كده مليان، طعمها روعه قوي. اللباني يعني اسمها لباني والله. مش لبناني. وتالت حاجه حلو. سيبني بقى افتح بقى انت ده. بسم الله الرحمن الرحيم. هات يا وليد. الاول هو بيقول لك حلو ده. أيوة. عباره عن ايه؟ كنافه متحمصه بالسمنه البلدي وعليها قشطوطه غرقانه في الميكس والقشطه والكريمه الفرنساوي، وعليها قطع مانجا وفراوله، وكل ده عليهم في ايه؟ في كريم بورليه اللي هو ايه؟ بيقول ايه؟ نخش على حلو. يلا يا مدير روح. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه رايك؟ ما حسيتهاش. هي فعلا ما عجبتنيش قوي. بص هي انت لو جيت كلتها لوحدها هتحسها حلوه، تعجبك. البتاع اللي قبله كان طعمه حلو. واخر واحده حلاولو. يلا حلاولو بقى. هنا بلبن بيقول ايه؟ بقول كريمه الزبده المسقيه بالشربطاطا عليها خليط من كريمه لباني تاني بلبن عليهم حاجات غريبه والله. وقشطه غرقانه في المانجا. يعني بالراحه علينا في الاسامي يا بلبن بالله عليك. بص هو الطبق شكله عظيم بصراحه، بس هنشوف طعمه الاول. الزبده عارف دي لو كانت عليها لبن، لو كانت لبن اللي هي القشطوطه اللي بقول عليها دي في الميكس ده يبقى طعمه فاجر بصراحه، بس حلوه يعني. هي احلى من اللي فاتت بصراحه. دي احسن من اللي قبلها، بس اكتر حاجه عجبتني انا عن نفسي رايي انا الحاله دي. ايه رايك انت بقى؟ ايه احلى حاجه عجبتك؟ هي دي اسمها ايه؟ قشطوطه فراوله. الفراوله هنا فريش. هم يعكسوا الفراوله. والله العظيم عجبتني قوي. هي دي لو كانت قشطوطه نفس اللي موجوده في دي هيبقى الاقتداء جامد جدا جدا جدا. بس بصراحه حوار الكيكه ديت، الكيكه تحسها ناشفه، ما فيهاش لبن، ما فيهاش دسم. اضم راي منصور، وفعلا احلى واحده هي حلا. وبكده تكون حلقتنا خلصت، ومهند نورنا النهارده في الاستوديو بتاعنا. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم، ونشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله. سلام.